هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 8 من يناير. وكما عودناكم مستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول أبرز أحداث الأسبوع الماضي، وذلك بتناول المصالحات التي تمت بين قطر والسعودية وتأثيراتها على الواقع الإقليمي وعلى إريتريا بشكل خاص. قبل ذلك مستمعات الكريمات مستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. قائد القيادة الشمالية الإثيوبية يقول بأن تدخل الجيش الإريتري في تيغراي تم بدون طلب أو دعوة. سلطات الهجرة الإثيوبية تمنع الإريتريين من المغادرة ضمن برامج لم الشمل والاستقرار في بلد ثالث. الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنتائج قمة العلا الخليجية. أخيرا رئيس الوزراء السوداني يصف زيارة وزير الخزانة الأمريكي للسودان بالتاريخية. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في تصريح له في اجتماع عام لمواطني مدينة مقلة عاصمة إقليم تيغراي، قال قائد القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي اللواء بلاسيوم بأن تدخل الجيش الإريتري في الحرب الأخيرة تم بدون طلب أو دعوة، وأكد بأنه وبعد تعرض القيادة الشمالية لهجوم خاطف من جانب قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، أصبحت بعده القيادة غير قادرة على حماية نفسها أو الحدود، فتدخل الجيش الإريتري مباشرة للمشاركة في المواجهات. وقال ملمحا بأن من سمح للجيش الإريتري بالدخول معروف لديكم. وكانت بعض المصادر قد أكدت بأن العمدة المؤقت لمدينة مقلة تاخلتي هايلي سلاسي قد قال بأن المشكلة ليست في دخول الجيش الإريتري، ولكن المشكلة في أنه متى سيخرج من البلاد. وكان العمدة قد صرح في اجتماع عام سابق لسكان مدينته بأن الجيش الإريتري شارك في الحرب بعد انهيار القيادة الشمالية مباشرة. تفيد مصادر لإذاعة أرينا بأن المئات من الإريتريين من الذين تحدد سفرهم بطريقة لم الشمل أو الاستقرار في بلد ثالث عبر الأمم المتحدة وعبر أسرهم في كل من كندا وأوروبا وأمريكا لا يزالون يعانون من منعهم من تأشيرات سفر لمغادرة إثيوبيا. وتؤكد المصادر نقلا عن منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن هؤلاء الإريتريين هم من الذين أنهوا إجراءات توطينهم في بلد ثالث، أو من الذين أكملوا إجراءات الالتحاق بعائل ولم يتبقى لهم سوى السفر، وأن سلطات الهجرة الإثيوبية تمنعهم من الحضور إلى مكاتبها لاستلام تأشيرات الخروج، وتطلب منهم الاتصال تلفونيا فقط للاستعلام عن السماح بالسفر من عدمه. ولم تحدد السلطات الإثيوبية سبب الإجراء الذي يستمر منذ عدة أسابيع، ولكن بعض المصادر تربطه بإجراءات إدارة الهجرة من التحقق من عدم وجود علاقة للمسافرين بالجبهات الشعبية لتحرير تيغراي. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ببيان العلا بشأن التضامن والاستقرار، والذي أصدرته قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي عقدت في المملكة العربية السعودية مؤخرا. وأشار بيان صادر من المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن بيان القمة يقر بأهمية الوحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، ويهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأعرب الأمين العام عن تقديره لمن عملوا بلا هوادة في المنطقة وخارجها، ومنهم أمير دولة الكويت الراحل وسلطان عمان الراحل، من أجل رأب الصدع في منطقة الخليج. وأبدى غوتيريش وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة ثقته بأن جميع الدول المعنية ستواصل العمل بروح إيجابية لتعزيز العلاقات بينها. للمزيد مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام حول هذا الموضوع، تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث عقب نشرتنا الإخبارية. رحب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الأربعاء الماضي بزيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن إلى الخرطوم، ووصفها بالتاريخية، نقلا عن وكالة السودان للأنباء قوله أن هذه الزيارة تأتي في وقت تحقق فيه علاقاتنا الثنائية غزات تاريخية نحو مستقبل أفضل. نحن نخطط لاتخاذ خطوات ملموسة اليوم لتدشين علاقاتنا لآفاق أرحب. وحسب الوكالة التقى
حمدوك وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن الذي وصل الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس في تصريح صحفي أن الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير الخزانة الأمريكي للسودان، مضيفا أنها بحثت العلاقات بين البلدين. وأوضح أن رئيس الوزراء السوداني شكر جهود الإدارة الأمريكية التي أفضت إلى رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعادة الحصانة السيادية للسودان، ودعم عملية الانتقال الديمقراطي وخلق استقرار اقتصادي في البلاد. وأشار مانيس إلى أن اللقاء تناول ملفات العلاقات الثنائية المتحركة في مختلف المجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وأن الزيارة مؤشر قوي لانطلاق البلدين لعلاقات متطورة في المستقبل القريب. ويتوقع أن يتمخض عن الزيارة جدولة لديون السودان التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية. هذه إذاعة إرنا. بهذا الخبر من الخرطوم مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. قائد القيادة الشمالية لإثيوبيا يقول بأن تدخل الجيش الإريتري في تيغراي تم بدون طلب أو دعوة. سلطات الهجرة الإثيوبية تمنع الإريتريين من المغادرة ضمن برامج لم الشمل والاستقرار في بلد ثالث. الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنتائج قمة العلا الخليجية. وأخيرا رئيس الوزراء السوداني يصف زيارة وزير الخزانة الأمريكي للسودان بأنها تاريخية. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وفيه نقدم لكم متابعة لأهم حدث في الأسبوع الماضي، وهو المصالحة القطرية السعودية، والتي جاءت كأهم حدث في مطلع العام الجاري، حيث كانت المقاطعة والتي بدأت في عام 2017 بين كل من قطر والسعودية ومصر والأمارات والبحرين من جهة قد أحدثت انقساما سياسيا وإعلاميا في المنطقة، وتابعنا جميعا تأثيراتها المختلفة من خلال متابعة قناتي الجزيرة والعربية بشكل خاص. واستدرج النزاع كذلك دول أخرى مثل إيران وتركيا والعراق. وسوف نعلق في نهاية الحلقة والتي نقدم لكم فيها أولا وجهة نظر قطرية للصلح من خلال تقديم افتتاحية جريدة الشرق القطرية حول المصالحة، ونقدم لكم وجهة نظر سعودية عبر مقال للكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد كتبه للشرق الأوسط، ونعلق على تداعيات الحدث على إريتريا بشكل خاص. فأهلا وسهلا بكم مجددا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتقول صحيفة الشرق القطرية في افتتاحيتها تحت عنوان قمة العلا تعزز سيرة التعاون قائلة: جاءت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود في أعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بمركز مرايا في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، لتمثل أقوى تعبير عن الإرادة السياسية للقادة في تجاوز الأزمة الخليجية. لا شك في أن الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما صاحب السمو والوفد المرافق له في السعودية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والأجواء الأخوية التي سادت اجتماعات قادة مجلس التعاون، والجهود الكبيرة التي سبقت الاجتماع، وما بذل من جهود من أجل تهيئة الظروف اللازمة لإنجاحه، كان لها إلى جانب الإرادة القوية من قبلها مشيئة الله الأثر الأكبر في النتائج التي خرجت بها القمة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ومن المؤكد أن النتائج الإيجابية التي تمخض عنها اجتماع القادة، سواء ما جاء في إعلان العلا أو البيان الختامي للقمة، من شأنها أن تعزز مسيرة مجلس التعاون وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة. ولكن الأهم أن هذه النتائج ستنعكس على اللحمة الخليجية، وستعود بالخير على الشعوب الخليجية التي تتطلع إلى كل ما يعزز وحدة الصف الخليجي ويقوي أواصر الود والتآخي والقربة والمصير المشترك بين الشعوب الخليجية، ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. في هذا اليوم
يستذكر القادة والشعوب في دول مجلس التعاون الجهود الصادقة التي قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، والتي استكملها حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، كما يقدرون كل جهد من الدول الشقيقة والصديقة. وأن قوة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ووحدته لا تمثل إضافة فقط للتعاون العربي والإسلامي، بل تشكل ضمانا للأمن والاستقرار في مواجهة أي تحديات. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في الجزء الأول من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث إلى وجهة نظر قطرية حول قمة العلا وتعزيز مسيرة التعاون، وذلك بتقديم افتتاحية جريدة الشرق القطرية حول القمة. في الجزء الثاني وقبل تعليقنا على الحدث نقدم لكم المقال الذي كتبه الصحفي السعودي عبد الرحمن الراشد للشرق الأوسط تحت عنوان التصالح مع قطر، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ويقول عبد الرحمن الراشد وهو إعلامي ومثقف سعودي، وكان يرأس جريدة الشرق الأوسط من قبل والمدير العام السابق لقناة العربية، يقول عبد الرحمن الراشد: طبعا هذا خلاف سياسي بحت وليس عقائديا، وبالتالي لا يوجد مبرر لتصوير المصالحة على أنها تراجع أو هزيمة أو قصور في التوقعات، ولا المصالحة تعني أن المقاطعة كانت خاطئة. قطعت العلاقة في 5 يونيو من عام 2017 وعادت في 5 يناير من عام 2021، زمن طويل مقارنة بالأزمات الخليجية السابقة، ورغم حدتها لم تطلق رصاصة عبر الحدود عكس الخلافات الإقليمية المماثلة التي غالبا تخضب بالدم. خلال 40 شهرا الماضية اعتقد أن قطر لبت معظم ما هو متوقع منها، حيث غادرها قادة الإخوان وتقريبا معظم المعارضين للدول الأربعة، وقامت بتصحيح أنظمتها البنكية محل الإشكال بالتوافق مع السلطات الأمريكية، ولم نعد نسمع عن دفع الفداء ولا تمويل الجماعات في داخل دول المقاطعة. ونقلت قطر معظم عملياتها الإعلامية من الدوحة إلى دول أخرى، وبالتالي نلاحظ أن القطريين قطعوا مسافة لا بأس بها في التصالح مع الدول الأربعة الغاضمة منها، ويمكن أن نقول أن القمة صارت مستحقة لتسوية ما تبقى من خلافات لتستأنف الحياة طبيعتها. هذه إذاعة إرنا. ويواصل عبد الرحمن الراشد القول: المشكلة تكبر ويصبح مستحيلا حلها عندما نرفع سقف التوقعات في العالم الواقعي الذي له اعتباراته. وقد لا ترضي المصالحة كل تمنياتنا، ولكنها تبقى خطوة إيجابية للجميع، ربما تتبعها خطوات أخرى خلال الأشهر المقبلة ترفع درجات التعاون بين هذه الدول الخمس: قطر والسعودية والأمارات ومصر والبحرين، والتوافق بينها له ارتداداته في الدول الإقليمية، حيث سيرفع مناخ التصالح بين بقية دول المنطقة التي تتأثر بخلافات الخليج بشكل كبير، كما نرى في مناطق النزاع المتعددة. كما ذكر سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: سياسة أشقائكم في المملكة الثابتة والمستمرة تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي، ولو استمرت الروح كما انطلقت في المدينة التاريخية العلا فإن المجلس بذاته لو فعل هو تكتل قوي ومؤثر، لكنه كان يشكو دائما من التصدع. ولا أريد المبالغة في رفع التوقعات من المصالحة، لكنها خطوة شجاعة ومهمة، ويجب أن لا تترك للمفسدين داخل دول الخليج وخارجه الذين عملوا سنين طويلة على تخريب العلاقات بين دول لا يوجد أصلا سبب عقلاني واحد يدفعها للتنازع. استمعتم سماعات الكريمات ومستمعي الكرام في الجزء الثاني من برنامج تعليق على الحدث، والذي نخصصه لتناول المصالحة القطرية السعودية، إلى مقال الأستاذ عبد الرحمن الراشد، وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة الشرق الأوسط والمدير العام السابق لقناة العربية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. وبعد تقديم وجهتي النظر السعودية والقطرية حول الخلاف الذي كان سائدا بين الدولتين ودول أخرى، نعود ونقول:
السؤال الذي يتبادر إلى أذهان المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات هو: أين تقف إريتريا في التطورات الأخيرة في دول الخليج العربي؟ المعلوم أن الخلاف السعودي القطري أثر على المنطقة، حيث لم تكن دول القرن الأفريقي بشكل خاص قادرة على الجمع بين الطرفين السعودي والقطري في الصلح أو الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع الطرفين. وكان أن خسرت إريتريا علاقتها بقطر، الحليف الاستراتيجي لها بعد زوال حليفها القوي معمر الغذافي بسبب ثورات الربيع العربي. وأعلنت إريتريا اصطفافها وراء المحور الأماراتي السعودي، ومضت قدما بأن قامت بتأجير ميناء عصب للتحالف العربي بقيادة السعودية. وبناء على هذا التحول الكبير قامت قطر بوقف وساطتها للسلام بين إريتريا وجيبوتي، وقامت بعد ذلك بسحب قواتها لحفظ السلام بين البلدين والبالغ قوامها 500 جندي، وأعلنت انتهاء مبادرتها للصلح وترسيم الحدود بين البلدين، علما بأن قطر وعدت البلدين في حال نجاح التفاوض على الحدود فإن قطر سوف تتولى تكاليف ترسيم الحدود بواسطة شركات دولية متخصصة. ولكن أسمرا وجيبوتي حددتا خياراتهما في الوقوف مع الطرف السعودي والأماراتي، مما دفع قطر إلى إيقاف رحلات خطوطها الجوية بين العاصمتين من جهة وبين العاصمة القطرية من جهة أخرى. الآن بعد انتهاء الخلاف السعودي القطري، كيف ستكون العلاقة الإريترية القطرية؟ هل ستخرج من البرود الجليدي الذي تشهده الآن؟ أن الكثير من المتغيرات في المنطقة سوف تقرر الاتجاهات السياسية للدول وبشكل عاجل ومباشر خلال النصف الأول من العام الجاري. هذه إذاعة إرنا. تعليقنا على الحدث، وتناولنا فيه الموقف الإريتري من الخلاف السعودي القطري والتحولات في السياسة الخارجية لإريتريا والتي ترافقت وتزامنت مع الخلاف. وقبل ختام فقرات برنامجنا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. قائد القيادة الشمالية لإثيوبيا يقول بأن تدخل الجيش الإريتري في تيغراي تم بدون طلب أو دعوة. في تصريح له في اجتماع عام لمواطني مدينة مقالي عاصمة إقليم تيغراي، قال قائد القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي اللواء بلايسيوم بأن تدخل الجيش الإريتري في الحرب الأخيرة تم بدون طلب أو دعوة، وأكد بأنه وبعد تعرض القيادة الشمالية لهجوم خاطف من جانب قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، أصبحت بعده القيادة غير قادرة على حماية نفسها أو الحدود، فتدخل الجيش الإريتري مباشرة للمشاركة في المواجهات. وقال ملمحا بأن من سمح للجيش الإريتري بالدخول معروف لديكم. سلطات الهجرة الإثيوبية تمنع الإريتريين من مغادرة ضمن برامج لم الشمل والاستقرار في بلد ثالث. تفيد مصادر إذاعة إرينا بأن المئات من الإريتريين من الذين تحدد سفرهم بطريقة لم الشمل أو الاستقرار في بلد ثالث عبر الأمم المتحدة وعبر أسرهم في كل من كندا وأوروبا وأمريكا لا يزالون يعانون من منعهم من تأشيرات سفر لمغادرة إثيوبيا. وتؤكد المصادر نقلا عن منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن هؤلاء الإريتريين هم من الذين أنهوا إجراءات توطينهم في بلد ثالث أو من الذين أكملوا إجراءات الالتحاق بعائل ولم يتبقى لهم سوى السفر، وأن سلطات الهجرة الإثيوبية تمنعهم من الحضور إلى مكاتبها لاستلام تأشيرات الخروج وتطلب منهم الاتصال تليفونيا فقط للاستعلام عن السماح بالسفر من عدمه. الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنتائج قمة العلا الخليجية. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ببيان العلا بشأن التضامن والاستقرار الذي أصدرته قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في السعودية مؤخرا. وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن بيان القمة يقر بأهمية الوحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ويهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. رئيس الوزراء السوداني يصف زيارة وزير الخزانة الأمريكي للسودان بأنها تاريخية. رحب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك يوم الأربعاء بزيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن إلى الخرطوم، وصفها بالتاريخية. كما نقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله أن هذه الزيارة تأتي في وقت
تحقق فيه العلاقات الثنائية غزات تاريخية نحو مستقبل أفضل. نحن نخطط لاتخاذ خطوات ملموسة لتدشين دخول علاقاتنا الثنائية آفاق أرحب، ومن المتوقع أن يكون للزيارة تأثير كبير على جدولة ديون الولايات المتحدة على السودان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.